عايزة بقى دلوقتي أروح للشاعر المميز طبعًا الأستاذ منصور الدمراوي، وعايزة أسألك النهارده محضّر لنا إيه بقى علشان نسهّل حل الفزورة على كل مشاهدينا؟ زي كل مرة عايزين نسهّل الإجابة يا لكل ريت، واحد يشاهدنا ويشوف يا معانا. ريت. من يومي باهزّر وبافزّر، وفي أي موقف باتعذّر، أقول أشعار وأحكي حكايات، ويوم ما أفكّر أجيب جورنان، يا إما أجيبه عشان إعلان أو أشوف كام اسم وفيات. من يومي باقول أبجد هوّز وأحط كلم وأتعوّز، مشكلتي ما باعرفش أبوّز ولا أدخّل نفسي في متاهات. هاحكي لكم حكايتي مع المغنى، هتقولوا دماغنا بيوجعني، مع إن كلامي له معنى ومعبي من الحكمة حاجات. أحكي لكم حكايتي وأنا بعزل، هتقول الشاعر بيرزل. أنا أصلي ما بعرفش أتغزل ولا ليا في غزل البنات. من يومي بهزر وبفزر، وفي أي موقف أتعذر أقول أشعار وأحكي حكايات. وأنا في الكواليس قعدت أشوف الفزورة، أشوف الفيلم وأحواله، وأشوف البطلة الأمورة، وحلفت إن كانت مغرورة مش هجيب سيرة بطلات. بسأل مها قالت لي لأ مانيش قايلة. مش رد عارفة. النويش بصوت عالي قال لي كانت اسمها ليلى. طب والإسناوي قال والله كانت هايلة. طب مين ليلى؟ مساحة مليانة بليلات. عم إسماعيل قال من الآخر بتغني وتقول مواويل. من أشهر أغاني الفيلم اتمختري وتميلي يا خيل. وما تنساش أستاذ حمام نحن الزغاليل بالعند في عمك فرحات. الفيلم كان قصة جميلة، الفيلم كان قصة جميلة ونجومها صعب تنحصر. أنور وليلى ويوسف بيك وريحان ساب مليون أثر. سليمان نجيب وعبد وهاب والحاج عبد وارث عصر. وما تنسوش فردوس بالذات. الفيلم كان فيه كم قصة وقضية، الفيلم كان فيه كم قصة وقضية. الباشا وبنت الباشا ودروسها الخصوصية، والأستاذ وتلميذته وقصة حب وردية، وحكاية كان والإخوات. وفي النهاية يكون في العلم أنا قلت الفيلم واسم الفيلم كان كلمتين، الكلمة التانية انتوا يا بنات. أنا لا تعليق على فكرة، يعني أنت قُلت كل حاجة خلاص. ربنا يخليك. تحية كبيرة ليك طبعًا يا أستاذ منصور، ربنا بجد يخليك. يعني، باحييك والله. ربنا يخليك. آه.